بيان إلى الرأي العام العالمي: إلى متى سيبقى العالم صامتا وحقوق الإنسان تنتهك والحريات تقمع؟ إلى متى سيبقى الظلم منتشرا في هذا العالم وتسلب الحقوق من الشعوب إلى متى ستبقى أرضي الحبيبة محتلة وتدنسها أقدم الغزاة؟ أما آن الأوان لتشرق شمس الحرية ويزول الظلم والطغيان ويسهر الربيع في أرضي. لماذا كل هذا القتل والتدمير؟ أتريدون أن تحكموا شريعة الغاب هذا العالم؟ انظروا إلى ما يفعلون، انظروا إلى جرائمهم. فها هو الاحتلال التركي ومرتزقته في كل يوم من أيام احتلاله لمناطقنا يرتكب أفظع الجرائم بحق الشعوب العامة والشعب الكردي خاصة، وكان آخرها قتل 4 شبان من الكرد في جنديرس بمجرد أنهم أشعلوا شعلة النيروز، الشعلة التي تعد رمزا من رموز النضال والتضحيات التي قدمها الشعب الكردي خلال مسيرته النضالية لتحقيق الحرية والعدالة والمساواة، ليس فقط للكرد بل لكل شعوب العالم. وأن دلت هذه الجريمة على شيء فهي تدل على سعي الاحتلال التركي ومرتزقته إلى التطهير العرقي لعفرين وإخراج الكرد الأصليين منها أمام مسعى ومرأى العالم دون أن يحرك ساكنا. لقد حول الاحتلال التركي أرض عفرين الطاهرة إلى بركة من الدماء، حيث استباحوا دماء الأبرياء وقتلوا الأطفال والنساء والشيوخ ليقهروا إرادة الشعوب المناضلة. فعفرين وفي كل يوم تقدم قافلة من الشهداء لتنال حريتها، وجرائم الاحتلال التركي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة. لذلك نحن ومن هنا وباسم مجلس عوائل الشهداء في الطبقة وباسم أمهات السلام ندين ونستنكر هذا العمل الجبان، وندعو الشعوب المناضلة للالتفاف والتلاحم والانتفاضة في وجه المحتل من أجل تحرير عفرين وتحرير جميع الأراضي المحتلة، الرحمة لشهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا والحرية لمعتقلينا.